السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الكرام في كل مكان ومتابعين قناة حرف تحليل. 3 دقايق 4 دقايق مش هنطول على حضراتكم. سريعا فات العين بعد مباراة نادي الزمالك والمقاولين بعد مباراة نادي الزمالك ومودرن سبورت، واللي انتهت منذ قليل بفوز نادي الزمالك 2-1. أحرز الأهداف شيكو بانزا وألفينا، الهدف الأول لألفينا والهدف الثاني لشيكو بنزا. أما مودرن سبورت قدر يسجل هدف واحد. هنتكلم عن كل أحداث المباراة، ولكن في البداية ما تنساش تعمل لايك والاشتراك في القناة وتفعيلك لزر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع قناة حرف التحليل. ما فيش في التحليل إلا التحليل المثالي. ونبدأ حلقة النهاردة بتحليلنا عن مباراة الزمالك. الزمالك كان بادئ في حرس المرمى محمد صبحي، الباك اليمين عمر جابر، الباك الشمال محمود بن تايج، قلوب الدفاع محمود حمدي الونش وحسام عمدين، وخط الوسط محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، قدام ألفينا شيكو بنزا، عدي الدباغ. وده تشكيل نادي الزمالك هناك فيريرا. من وجهة نظري إن شيكو بنزا عودته عامل طفرة في شكل كبير جدا، وزي ما كنت بتكلم معاك في مباراة المقاولين اللي فاتت وقلتلك إن شيكو بنزا أما غاب في نادي في المباراة دي عامل بشكل كبير جدا نقص في المهارة، نقص في السرعات، نقص في التعدي على واحد. فشيكو بنزا عودته النهاردة عايز يثبت للمدرب ليه انك استبعدتني، انا من افضل من اي جناح شمال دلوقتي موجود في نادي الزمالك. وحتى الان شيكو بنزا قدم مباراة في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال. وبالنسبة لي أنا أعتقد أن شيكو بنزا سيكون من جملة الزمالك هذا الموسم. نروح لألفينا والصفقة اللي قدمت من امبارح أداء في منتهى الجمال، واللي أحرزت هدف لأول مرة لها مع نادي الزمالك. بداية في منتهى الروعة لألفينا من اللاعبين اللي عملنا له حلقة مخصصة وقلنا لك من اللاعبين اللي بتزيد التعدي واحد، من اللاعبين اللي لديها مهارة على أعلى مستوى، من اللاعبين اللي لديها جمل تكتيكية تنفذها في الملعب. فأنا بالنسبة لي خوان ألفينا هو من أهم العناصر حتى الآن الموجودة في تشكيلة المدرب يانيك فيريرا. يا جماعة الراجل ده ما يغيبش بشيء عن النادي ده. أيضا الباكات محمود بن تايك وعمر جابر قدموا مباراة قوية. الشوط الأول ما كانش في منتهى القوة، ولكن الشوط الثاني شاهد بشكل كبير جدا تألق من الباكين، إما محمود بن تايك في العرضيات أما عمر جابر في التغطيات برضه في العرضيات. وأيضا قلب قلوبنا دفاع نادي الزمالك قدموا مباراة في منتهى الروعة، وقدروا إن هم حسام حسن، أرنولد إيبا، محمد هلال، عبد الرحمن شيكا يمنعوهم من الاختراقات في العمق. فأنا بالنسبة لي أعتقد أن نادي الزمالك أفضل مباراة ليانيك فيريرا، والراجل قالك دي هي أفضل مباراة ليه مع نادي الزمالك منذ تولي القيادة. يبقى إذن هي مباراة في منتهى الروعة والجمال. كده خلصت حلقة النهاردة، إن شاء الله انتظرونا في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.